ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة، وعايزاكم تدعولي كده ربنا يشفيني. أنا ليا التالت يوم ده تعبانة خالص خالص خالص، مش قادرة أخد نفسي ومش قادرة أشتري البرشام بتاع حساسية الصدر. عندي يا جماعة يعني مش عارفة مالي، أنا ليا 3 أيام حاسة بشرخ بزوري ومناخيري قافلة وصدري مكتوم، مش قادرة أتنفس. لو قمت بس عشان أعمل أي أكل للعيال نفسي بيفضل رايح جاي كأني طالعة الدور العاشر. فأنا تعبانة مش عارفة مالي، وزاد وغطى عليا. أنا معايا ابني الكبير يعني متذمر، مش عاجبه اي حاجة انا بعملها لهم، مش عاجبه اي حاجة انا بعملها لهم. يفضل يقول لي في كلام يجرحني ويقول لي في كلام يزعلني ويطلع كلام اكبر من سنه يزعلني بيه، وما يحسش ان هو زعلني. لا، بيفضل مستمر وبيتمادى في طريقة كلامه لغاية ما يخليني انهار واطلع عن شعوري. يا جماعة انا مش عارفة، حاساه ان هو مش حاسس بالمعاناة اللي انا بعانيها عشانهم، حاساه مش مقدر التعب اللي انا بشوفه ممكن يحصل لي ايه وانا يعني من اذى نفسي ان انا عشان اجيب لهم بس القرش اللي يقدروا يتعلموا بيه وان هو ياكلوا ويشربوا بيه. بصوا، انا حكمتكم وانتوا حكموا معايا كده بما يرضي الله. دلوقتي يا جماعة علبة جبنة زي دي، انتوا شايفينها صغيرة، علبة جبنة زي دي أنا بخلصها عليهم الصبح في الفطار وهم رايحين المدارس. أنا عندي 3 بيروحوا مدارس والاتنين بعمل لهم فطار هنا يفطروا بيها، فدي بتخلص الصبح. متخيلين دي تمنها 40 جنيه، 40 جنيه اهي طارت، وقصادهم كمان 40 جنيه تاني عيش. يعني أنا بصرف تقريبا 100 جنيه بس، 100 جنيه بس، مش في اليوم كله، مش في اليوم كله، لا، انا بصرفها في فترة مثلا من الصبح لحد العصر. يعني عشان سندوتشات. انا مش بقول مصاريف كمان، انا ما بديهمش مصاريف، عشان اكون صريحة معاكم، انا ما بديهمش مصاريف ان انا مش هقدر ان انا اديهم سندوتشات واديهم مصاريف كمان. فابني يقول يا ماما انا اصحابي بياخدوا مصاريف، انا اصحابي بيشتروا، انا اصحابي بيعملوا، اصحابي. يا بابا ما تبصش لحد، ما تبصش لحد، كل واحد ليه ظروفه. واخواته التانيين نفس الحكاية برضو، اخواته نفس الحكاية برضو. انا تعبت نفسيا من الكلام اللي بيقولوهولي. يعني انتوا شايفين علبة جبنة زي ده، هي ما بتكفيش يا دوب الصبح بس، وبشيل هم الغدا. انا في الغدا ممكن اقول شوية عدس يمشوا الدنيا، بس العيش احنا بنستهلك عيش كتير. يعني انا ساعات بحس بالذنب، ساعات انا في وقت الفطار في ايام الاجازات ده يوم جمعة مثلا بقول لهم كل واحد هيفطر برغيف مصري بس، محدش يقول لي انا عايز تاني عشان اخلي للغدا. انا بحسهم الكبار ان هم لسه جعانين وعايزين ياكلوا بس بيسكتوا غصب عنهم. ابني جه في يوم لي مثلا من 3 4 ايام مسكني كأني انا اللي بنته وهو اللي ابويا، مسكني يعني في الكلام. والله العظيم انا طلع لي كلام انا كان هيحصل لي حاجة لما سمعته. قال لي كلام جارح جارح وأذاني نفسيا وخلاني وأنا نايمة على المخدة بالليل عمالة أبكي. معقولة يعني تقول معقولة بعد ما تعبت معاكم ده كله، بعد ما تعبت معاكم ده كله دي نهايتي، دي جزاتي؟ ده أسمع كلام زي ده؟ مش عارفة، يعني حاساه متسلط، مش عاجبه الحال، مش عاجبه العيشة اللي عايشها. كل ما يشوف حد من صحابه ممكن يغير له تفكيره ويطلعه عليا انا ويقول لي كلمتين مش كويسين. انا تعبت، انا تعبت والله العظيم. انا جوايا تعب نفسي غير العيشة اللي انا عايشاها وغير الظروف اللي انا عايشاها. انا فيها تعب نفسي رهيب رهيب رهيب،
محدش حاسس بيه غير ربنا. والله والله العظيم انا ما حد حاسس باللي جوايا غير ربنا. مهما اشكي ومهما اتكلم يا ربي انت اللي عالم باللي فيا. انا بكتم، انا بكتم وما برضاش اتكلم عشان بس ما حسسهمش ان امهم عاجزة عن ان هي تعيشهم كويس. بس انا فيا ظروف. انا يا جماعة، انا اتبهدلت بعد موت امي وابويا. انا اتبهدلت بعد موت امي وابويا، والله العظيم اتبهدلت. انا كانوا امي وابويا يعني بالنسبة لي الدنيا كلها، كانوا هما مش حاويني لحد نهائي نهائي. انا بجد دلوقتي متدمرة نفسيا بسبب موتهم، ومحدش مقدر كده. الكل عايز يضغط عليا، الكل عايز يعني عايز يطلع اي كلمة وما يعرفش هتأثر عليا ازاي. بس انا فعلا متأذية بسبب موت امي وابويا. انا عايزاكم انتوا تحكموا، انا عايزاكم تكتبوا في التعليقات اللي يرضي عليه ضميركم. هل انا مقصرة مع عيالي؟ انا بعمل في كل ما في وسعي عشان اعيشهم كويس، بس انا غصب عني، انا غصب عني. انا شايلة تقيلة. انا ابني الكبير، آه، انا يا جماعه غصب عني ان انا لما باجي اغسل الغسيل انا بغسله على ايدي. بس انا دلوقتي ايدي مش متحمله، والله العظيم ايدي ما متحمله. انا بقول لكم ببقى ماسكه كوبايه الميه وبتوجع من ايدي من غير ما احس. ابني يقول يا ماما انا بروح اول الاسبوع والتيشيرت بتاع المدرسه بيكون فيه متوسخ وما بيكونش نظيف، وانا بتكسف قدام زمايلي. قول يا ولدي انا غصب عني، انا بغسل لكم هدومكم على ايدي وباجي على نفسي عشان ما تطلعوش قدام الناس بمظهر مش حلو. بس انا خلاص بقيتش قادرة. انا العمر بيطلع بيا مش بينزل. وانا انتوا خمسة ما شاء الله. انا عايزة ادي رسالتي معاكم بقدر المستطاع عشان تريحوني. بس انا غصب عني، انا غصب عني مش قادرة. طيب اعمل ايه؟ انا ممكن اعترف ان انا ساعات يعني انا ما بقيتش صحتي بالجودة اللي انا ممكن ابقى فيها شديدة واغسل وافضل اغسل وافضل اعيد وازيد في الغسيل وادعك عشان ينضف. لا، انا ما بصدق اخلص، ما بصدق اغسلهم واخلص عشان انا ببقى ده نفسي. والله العظيم والله يا جماعة انا حساسية الصدر عاملة لي ازمة في حياتي. ما بقدرش امشي مسافات طويلة، نفسي كأني كنت بجري ليا ساعات. فبالكم انت اللي عارف الغسيل اللي على الايد عارف هو متعب ومهلك ازاي. فانا بيبقى نفسي خلاص، ببقى خلاص خلصت وانتهيت على ما اخلص غسيلهم. وبصراحة ما انكرش عليكم ان انا ممكن ان انا يعني ادعكم مرة واحدة عشان اخلص بسرعة، لاني مش قادرة وبيبقى كميات. انا بصراحة بيني وبينكم لما بيقعد بساعات بقاعد، وكنت الاول وانا فيا صحة ممكن اقعد يعني ما خلوش يوم اللي يقلعوه اغسله لهم. دلوقتي انا بخليه باليوم والاثنين والثلاثة. وكمان يعني اي ابص فيها الاقيه كتير نفسي تتقفل اروح سايباه. بس بيبقى غصب لاني مبيبقاش في لبس يلبسوه. انا تعبانة مش قادرة اتكلم. بالله عليكم تدعولي ربنا يصلح حالي وحال ولادي ويفرج كربي ويفرجها عليا. بالله عليكم أنا محتاجة دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.